سلام سلام أزول في اللهون، السلام عليكم، شراكم ميزامي تاوعي كاع المشاهدين اللي تبعوا القناة تاعي. نقول لكم ربي يحفظكم وربي يستركم ان شاء الله. ونتمنى ثاني كل ما ندخل ليكم نلقاكم كامل بالصحة والعافية. الوغ ديما معكم كويزين كهينة 06 راني وليت لكم. جبت لكم احلى واروع وصفة تاع الحلوة تاع الكاوكاو، خفيفة وسهلة وبسيطة وبكمية كبيرة وتذوب يعني في الفم، تقدري تحضريها يعني في أي مناسبات. يعني كما قلت لكم تحضريها يعني في 5 دقائق، يعني صدقوني حلوة ولا أروع، لازم عليكم تجربوها كامل. ولا بلا ما نطول عليكم، ديراكتومون نجوزو للطريقة والمقادير. ولكن دائما نقول لكم ما تنسوناش دعمونا شويه، ديروا لنا ابوني اي بارطاجيو. اولا عندي حبه بيض كامله مع زوج صفر تاع البيض، مع كاس تاع الكاوكاو يكون محمص ومرحي، مع كاس تاع سكر غلاس، مع ملعقه صغيره تاع فانيلا، مع عطر اللوز، مع 250 غرام تاع لا مارغرين. نخلطهم هكايا كامل. ملاحظه المارغرين يكون بدرجة حرارة المطبخ عفوا. ومن بعد راح نضيف ثاني ملعقة كبيرة تاع الكاكاو والفرينة، ونديرو حوالي نص ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات. ماذا بكم ما تكسروش خميرة الحلويات، ولا لانه انا الحلوه نتاعي مانيش رايحه نلصقها ولا. ولا بعد ما جمعت العجينه نتاعي كما راكم تشوفوا رايحه نحلها هكايا ب بلاستيكي هكايا باه تساعدنا يعني نحلو العجينه نتاعنا ومام يخرج لنا شكل شباب. انا هنايا خديت هاد الطبق يجي بثلاثه، يتباع يعني هكايا ما يتباعش بالواحد. فوالا فيهم الكبير التوسط والصغير. وريحه نقسم او نقطع الحلوه نتاعي هكايا بالسمك حوالي 1 سنتيمتر. فوالا راح نديرهم داخل بياض البيض ثم نرجعهم داخل الكاوكاو. هنا ملاحظه الكاوكاو انا رحيته بقشورو. فوالا نرمدهم داخل الكاوكاو كيما راكم تشوفوا هكايا. الكاوكاو نتاعنا يكون متوسط، يعني ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين بزاف، لانه كيما قلت لكم انه الحلوه نتاعنا ما نسقهاش انايا. فوالا رايح نكملها كامل هكايا. من بعد رايح ندير الثقبه في الوسط كيما راكم تشوفوا وندخلها للفور الطيب. بعد ما طابت الحلوه نتاعي كما راكم تشوفوا رايحه ندير لها خطوط وشوكولا. هنا ملاحظه ان الحلوه نتاعي عسلتها. سمحوا لي فقط لانه الفيديو اللي عسلت فيه الحلوه نتاعي راح لي قلبت عليه الدنيا ما صبتوش. تعسلوا غير تخرجوا الحلوه نتاعكم من الفرن، عسلوها بعسيله تكون خفيفه شويه. بعد ما درت لها خطوط وشوكولا انا عمرت كامل هذوك ثقابي بمعجون، درت له ملون غذائي احمر. فوالا هايليك الحلوه نتاعنا كما راكم تشوفوا، ها هي جاهزه يعني حلوه ولا اروع، بنينه بالبزاف وتحمر ليكم وجهكم. كما قلت لكم تقدروا تحضروها في اي مناسبات. فوالا ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم تهلاو في روحتكم. الى الحصه المقبله ان شاء الله، مع السلامه.